ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين. باقي بس 8 ايام على شهر رمضان وانا بصور لكم الفيديو ده. فانا شخصيا بحب استقبل شهر رمضان باجواء مختلفه كده وازين البيت، وكمان بحب ان انا اجيب عبايات واسدالات كده تبقي مستعده لاستقبال شهر رمضان. فتعالى اقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها من على موقع شي ان وهديكم افكار بسيطه. فيلا بينا. ده الاوردر. عندي حاجات من السنه اللي فاتت وجبت حاجات كمان، وهنبدا ان احنا نزين البيت كده ونغير شكله. دي انا مش فاكره بصراحه هي ايه. بسم الله. بصوا كده، المفترض ان احنا هنا هنحط حجر، ودي هتقيد نور كده. شكلها حلوه قوي بصراحه. تاني حاجه بقى، خلينا نحط السهم كده جنبنا. تاني حاجه، وهي دي حاجه كان نفسي فيها قوي قوي، وهي ستاره النور يا بنات. بصوا، مفترض ان هي كده كبيره كده بالشكل ده. انا مش عارفه احطها ازاي بصراحه بس المفترض ان احنا هنحطها على الستاره من ورا، وهتبقى بتشتغل كده وفيها الهلال والنجمه. شكلها حلو قوي، وبصراحه زي ما هي في على الموقع بالظبط. تعالى نشغلها، نحط لها حجره. شكلها كده يا بنات. الحاجه اللي بعد كده ستاره نور تاني، وبرده نفسها الهلال والنجمه. فبرضو دي برضو ستاره كده وفيها الهلال والنجمه، وشكلها حلو قوي. دي بعد كده، واو، القطعه دي انا كنت مستنياها بصراحه. بصوا، من السنه اللي فاتت وانا عايزه البس الستايل ده، بس كنت متردده شويه، فطلبته من على موقع شي ان. فهنشوف مع بعض الماتيريال كده والالوان. بصوا يا بنات، هو كده انا بصراحه مش عارفه اسمه، بس هو زي جلي كده او حاجه بتتلبس فوق العبايه بتاعتك، وهو شكله رمضاني قوي، شكل يعني لاجواء رمضان. فهو من هنا كده لونه اسود، وهو اصلا لونه بيج. بس هيعوز بقى طبعا ان انا البس من تحته زي عبايه كده، او ممكن جيب وعليها تيشيرت بس يكون واسع شويه. وطبعا الستايل ده انتوا كلكم عارفينه، برضو حلوه جدا، ماتيريال ناعمه قوي قوي. اخر حاجه وهي دي، هنفتحها مع بعض. دي افتكرتها، دي عبايه استقبال. يا رب الماتيريال بتاعتها والمقاس يكون مظبوط. بس نقفلها كده. بس طبعا الحاجات دي من الشحن يعني عايزه تتكوي الاول. بصوا، دي عبايه استقبال كده. هم عندهم تشكيله من العبايات منزلينها عشان شهر رمضان، حلوه جدا، وعندهم خصومات بتوصل ل50% كمان. فلو هتطلبي اي حاجه من على موقع شي ان اطلبيها دلوقتي، والماتيريال كمان اللي بتوصلك حلوه قوي. بصوا، هي دي عبايه استقبال، يعني لو انت عروسه هتكون مناسبه معاكي قوي. طبعا هنعوز ان احنا نلبس حاجه من تحتها لونها ابيض. الماتيريال بقى يا بنات، الماتيريال ناعمه جدا. انا اول مره اشوف ستان تقيل كده، يعني مش شفاف خالص مع انها لونها ابيض. لا بس حلوه جدا، عجبتني بصراحه. يا رب تظبط المقاس معايا. بصوا ده شكلها كده، وفيها حزام كمان، واخدين بالكم؟ فبجد عجبتني قوي قوي يعني. هتبقى حلوه جدا، وهلبسها ان شاء الله اول يوم رمضان، وشكلها حلو قوي. دي الحاجات اللي انا طلبتها من على موقع شي ان. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بجد مبسوطه جدا بيها، وكل حاجه يعني هم 5 حاجات بس، بجد كلهم طلعوا حلوين جدا جدا. الحمد لله المره دي متوفقه جدا، ما فيش اي حاجه طلعت غير الصوره. طبعا انا هحط لكم الحاجات، اللينكات بتاعه القطع اللي انا جبتها بالنسبه للعبايتين. وبس كده. كل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. يلا باي.